أهلا بكم في قناة يمنيو. العين الإماراتي بطل لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه. العين يتوج بقيادة اللاعب المغربي سفيان رحيمي الذي يبقى رونالدو في الدور الثمانية في مباراة النصر. وسفيان رحيمي الذي أقصى على فريق النصر بقيادته مع فريقه العين الإماراتي، حيث رونالدو الذي أهدر ركلة لم يهدرها في تاريخه في مباراته أمام العين. يعود سفيان مرة أخرى ويكسر سلسلة الهلال، والذي تقلب على الهلال في الإمارات ب4-2. وكان سفيان رحيمي الذي سجل هاتريك في تلك المباراة، أسكت رونالدو وأسكت نيمار أيضا في مباراة الهلال. بعد الإنجاز الكبير الذي قدمه سفيان رحيمي، قدموا الأندية السعودية عروض كثيرة، فرد سفيان رحيمي قال على عيني وراسي الأندية السعودية، لكن لم ينتهي عقدي مع نادي العين الإماراتي، سيكون العقد مجدد لمدة عام واحد، وبعدها سيفكر بالانتقال للدوري السعودي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي نستمر معكم بأحداث جديدة.